بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بالقرآن والسنة وأكرمنا بهديهما فضلا منه ومنه، والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن، نبينا محمد بن عبد الله سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، سعادة رئيس مركز مدينة العيون الأستاذ محمد بن عبد الله العرجاني، فضيلة رئيس مجلس إدارة جمعية قبس للقرآن والسنة والخطابة الشيخ الدكتور أحمد بن حمد الأبو علي، أيها الآباء، أيها المربون، أولياء الأمور، أبناءنا المكرمون، حياكم الله جميعا في هذا المساء الجميل الذي نجتمع فيه في روضة من رياض الجنة وعلى مائدة كتاب الله جل وعلا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أيها الحفل الكريم، ها هي قبس تحط رحالها في مدينة العيون، وها هي أول حلقة تفتتح في جامع عمر بن الخطاب رضي الله عنه باسم حلقة عمار بن ياسر رضي الله عنه. وقد استبشرت مدينتنا بهذه الحلقة وهذه الباكورة لحلقات بإذن الله قادمة في مدينة العيون. وقد كان عدد المشاركين في هذه الحلقة قرابة 30 طالبا من مختلف الأعمار وكذلك من مختلف الجنسيات، ولله الحمد والمنة. انطلقت هذه الحلقة قبل عدة أشهر، وانطلقت انطلاقة قوية ولله الحمد في القرآن الكريم وكذلك في السنة النبوية المطهرة. وبإذن الله جل وعلا لنا في قادم الأيام برامج خاصة للخطابة ستكون في متناول المشاركين بإذن الله جل وعلا. كل الشكر والتقدير لجمعية قبس للقرآن والسنة والخطابة، ممثلة في رئيسها مجلس إدارتها فضيلة الدكتور أحمد بن حمد الأبو علي، وكذلك لأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك لجميع العاملين في الجمعية على حرصهم واهتمامهم وعنايتهم بهذه الحلقة. وكذلك الشكر موصول لفضيلة إمام جامع عمر بن الخطاب الشيخ سعود بن فهد العساف، الذي أخذ على عاتقه متابعة هذه الحلقة ورعايتها والاهتمام بها، وكذلك لمعلم الحلقة الشيخ سليمان كل الشكر والتقدير. ونبارك للمكرمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.